هل انت عارف ان ممكن بتصميم بسيط ممكن تاخد في المقابل 10 او 15 دولار؟ بالرغم من ان التصميم ده ممكن ما ياخدش معاك اكتر من 10 15 دقيقة بالكتير جدا عشان تاخد المبلغ ده. حتى لو ما عندكش خبرة انت تقدر تصممه وتقدر انك تقدم خدمة مميزة جدا للعميل. في الفيديو ده هقدم لك اكتر من تصميم واكتر من نموذج لتصميم علشان تقدر انك يكون عندك خبرة وتقدر انك انت تتعلم حاجة جديدة وتقدر تاخد في المقابل مبلغ كويس مقابل التصميم. ممكن تكون زي دعوة زفاف، ممكن تكون صورة مصغرة لليوتيوب، ممكن تكون بوست للفيسبوك، ممكن تكون كفر للفيسبوك، ممكن يكون تصميم كتاب، غلاف كتاب. بس ده طبعا بيكون أغلى، ولكن خلينا نقول إن الرينج حوالي من 10 ل15 دولار. ده الرينج اللي هو الناس المتوسطة والناس اللي هي نقول مبتدئة تقدر تصممه. دلوقتي هصمم معاكم وهعرفكم ازاي تصمموا بطريقة بسيطة وسهلة على موقع كانفا. تقدر تصمم نماذج مختلفة. تابعني في الفيديو ده عشان تتعلم كذا تصميم وازاي اننا نقدر نعمل نموذج احترافي جدا برغم ان ما عندكش الخبرة الكافية. تابعني عشان نتعلم مع بعض. اول تصميم هصممه هو صورة مصغرة لليوتيوب. الصورة المصغرة عليها طلب كبير جدا وبتطلب كتير من ناس عندها قنوات ولكن ما عندهاش خبرة انها تصمم صورة مصغرة او ما عندهاش وقت انها تصمم الصورة المصغرة. ممكن تطلب فيها حوالي 10 دولار، على وانت على حسب الزبون اللي قدامك. تعالوا نشوف الصورة المصغرة دي هنصممها ازاي. اول حاجة هدخل على موقع كانفا وهبدأ اكتب في شريط البحث. بمجرد ما دخلت على الموقع ممكن تكتب هنا كده حتى لو بالعربي، تكتب مصغرة صورة مصغرة لليوتيوب. هيبدأ الموقع يحمل معاك نماذج كتيرة جدا للصور المصغرة المتاحة. تقدر تاخد أي نموذج منهم بإنك تضغط عليه وتقدر إنك يعني لو نموذج عجبك تقدر إنك أنت تاخده وتشتغل عليه، مجرد تغير بياناته وتسلمه للعميل. طيب، ولكن أنا هنا ممكن أغير في التصميم بتاعي عشان أنا محتاج أضيف حاجات معينة في التصميم. مش محتاج ان انا اشتغل على تصميم بنفس اللي فيه. يعني لو التصميم وليكن التصميم اللي قدامي ده انا مثلا انا عاجبني شكل التصميم، فمجرد ان انا اغير الكلام واحط الكلام اللي انا عايزه مفيش اي مشكلة. ولكن مثلا اللي انا هعمله ان انا هختار تصميم زي ده وهبدأ بمجرد ما هيفتح معايا هقول له تخصيص هذا القالب. هيبدأ يفتح معايا في صفحة جديدة. هبدأ بقى أشتغل أنا على التصميم. أنا اخترت التصميم ده لأن أنا مجرد أنا عايز المقاس بس بتاع التصميم، وأنا هبدأ أصمم من عندي عشان الطريقة دي اللي في الأغلب هتكون مناسبة للكل. طيب أنا الأجزاء اللي هنا دي ممكن أعمل سيلكت عليها وأمسحها. مجرد إن أنا أعمل سيلكت عليها وأمسح كل الأشكال دي خلاص أنا مش محتاجها، أنا هصمم حاجات جديدة من عندي. كل ده أنا همسحه وهمسح كمان الجزء ده والجزء ده وكمان العلامة الحمراء دي. تمام. دي وهسيب الكلام عشان لما اجي اكتب هستخدم نفس الخط. انا عاجبني شكل الخط شايفه انه مناسب فهستخدم نفس الخط. اول حاجة انا عايز اعملها، انا عايز اقول في التصميم ده عايز احط صورة. الصورة وليكن انا جايب صورتي، فهروح عند الاجزاء اللي من هنا دي وهروح عند ابلود وهشوف الصورة أقول له تحميل صورة، وهشوف الصورة بتاعتي أنا كنت محملها على الديسكتوب وأنا حافظها بصيغة PNG. هبدأ أفتحها هتفتح معايا، ظهرت معايا هنا. لمجرد إن أضغط عليها هتبدأ الصورة تدخل معايا في التصميم بتاعي. أكبرها بالحجم المناسب اللي أنا عايزه بالشكل ده كده، بعدين نبقى نشوف لو عايزين نعدل مقاسها. ومثلا انا محتاج ان الصورة دي ما تكونش على الابيض، انا محتاج احط شكل وراها. هروح عند element من هنا كده وابدا اكتب هنا كده الاقي حاجات ظهرت لي في الاشكال او الشيبس لو عندك انجليزي. وابدا انا اختار مثلا شكل الدايرة بالشكل ده. هبدا اجيب الدايرة هنا كده وابدا ان انا اسحبها وانا عايزها تكون بالشكل ده كده، وليكن مثلا ان هي هتكون بالشكل ده.
تمام. طيب هبدأ، هي كده جاية فوق الصورة بتاعتي، فأنا هروح من هنا كده عشان أظهر الموضع أو البوزيشن، وهقول له خليها لي في الخلف. طيب لونها أسود، أنا مش عايز لونها أسود. هطلع عند الكالر من فوق من هنا، وهختار اللون اللي أنا عايزه، أي لون يناسبني أنا هختاره. وليكن مثلا أنا هختار اللون الأخضر، بس أنا عايز أغمقه شوية. من هنا كده اخترت عجلة الألوان، وهبدأ إن أنا أغمقه بالشكل ده كده، اللون اللي يناسبك أنت حسب التصميم اللي أنت بتشتغل عليه. تمام. طيب هصغر الدايرة كده شوية، وهبدأ أجيبها كده. تمام. أنا هجيبها بالشكل ده. ظبط بقى الحاجات دي كل واحد هيشتغل عليها براحته، مش ما فيهاش حاجة معينة. هاجي عند الكتابة، لمجرد ان انا هضغط دبل كليك على الكتابة يعمل لي سيلكت عليها، هكتب اللي انا عايزه بقى. انا هكتب هنا كده كورس كانفا، او مثلا كورس الربح من كانفا، ولكن مثلا هسيب كورس الربح دي كده، وهعمل دوبليكيت منها. هاخد دوبليكيت، هقول له هنا كده ينسخ. تمام. عمل لي نسخة منها. لو انت عندك انجليزي هتلاقي دوبليكيت، وهضغط عليها دبل كليك، وهكتب هنا كده كانفا. انا هكتب كورس الربح من لوحديها، وهكتب هنا كانفا لوحديها، وهكتب على نصائح من السفر، ده كان بتاعة التصميم القديم. هكتب على الجزء ده، هكتب جملة تانية. تمام. هكتب مثلا اربح 10 دولار من تصميم بسيط. طبعا ده الحاجات دي بتكون على حسب ال ال يعني البيانات اللي انت عايز تحطها، ولكن انا دلوقتي بس بعمل تصميم سريع كده في اللي احنا عايزينه. طيب وليكن مثلا انا عايز الجزء ده انا مش عاجبني ان هو يكون ابيض. طيب انا دلوقتي عشان اجيب عنصر اضيفه جوه التصميم بتاعي، هبدا اكتب في خانه السيرش عندي element، هنا اختار element، وابدا اكتب في السيرش بتاعي، هكتب اي حاجه انا عايزها. انا شايف ان دي حاجه ليها علاقه بالانترنت وربح من الانترنت، فانا هكتب هنا كده مثلا شبكه، وهقول لكم دلوقتي حالا ايه اللي هيظهر، الاشكال اللي هتظهر في الاشكال بتاعتي. لما كتبت الشبكة بدأ يظهر لي أشكال ليها علاقة بالإنترنت، وأشكال تقدر تشوفها. أنا يعني كل واحد دي رؤية خاصة، فأنت تقدر تضيف اللي أنت عايزه. وليكن مثلا إن أنا هختار شكل زي ده كده. تمام. وأبدأ ألفه بالمنظر ده. ممكن أغيره، أنا ممكن أغيره مثلا أي شكل بقى أنت عايزه. أنا عايز حاجة بس يعني إيه، تدي للتصميم بتاعي روح كده، وتدي له شكل. وابدا اخدها واكبرها، وابدا اكبر فيها لحد ما احطها في المكان المناسب اللي انا عايزه. طيب وليكن مثلا انا هحطها كده. تمام. يعني انا شايف ان هي كده شكلها كويس. طيب هي جايه من فوق، اروح عند بوزيشن من فوق، او الباك او الموضع بتاعها، وهقول له حطها لي في الخلفيه. افضل اضغط على باك جراوند لحد ما تنزل في الخلفيه بالمنظر ده. ولكن هنا انا شايف ان هي تقيله شويه، فانا هروح عند الشفافيه من هنا، ترانسبيرنسي من هنا، وابدا ان انا اخففها مثلا لحد مثلا 20%. كويس. طيب كلمة كورس كانفا، كورس الربح دي، كورس الربح من، انا عايز احطها داخل اطار. طيب هروح عند الاشكال برضو، ولو رحت عند الاشكال هنا الشيبس، هيبدأ يظهر لي اشكال كتيرة. شوف الشكل اللي يناسب التصميم بتاعك وابدأ اختاره. انا وليكن هختار التصميم ده. تمام. هو ظهر لي، بس انا ضغطت مرتين، فانا همسح واحد منهم، وابدا اخد ده كده، وابدا اسحبه بالمنظر اللي يناسبك على حسب التصميم بتاعك. دي ما فيهاش يعني دي رؤيتك انت. تمام. طيب هغير شكله مثلا، انا هخليه باللون وليكن ده مثلا، وهخلي كلمة كورس دي هنا كده، اختار اللون بتاعها من هنا، وهبدأ إني سنخليها أبيض. ممكن نقول يعني غير بقى، جرب اللون اللي يناسب التصميم. وأحيانا العميل خلي بالك بيكون
طالب لون معين. يعني خلي بالك من الجزئية دي مهمة جدا. العميل احيانا بيكون طالب الوان معينة. طيب ايه ممكن انا هعدل بقى الالوان براحتي، فانا مجرد بس بوري لك الخطوات وانت عدل الوانك براحتك. طيب كلمة كانفا انا شايف ان هي لازم تبقى كبيرة شوية، هحطها كده مثلا بالمنظر ده. ممكن اغير لونها مثلا، اخليه مش ابيض، لا ممكن اخليه مثلا لون إيه اصفر مثلا، يعني اصفر. واجيب نفس الشيب ده وهضغط على الالت من الكيبورد وانزل مع الشيفت عشان يعمل لي دوبليكيت منه، وابدا ان انا اصغره على حجم الكلمه اللي انا محتاجه. طيب هتقول لي الالوان، انا ممكن اغير لون الشكل بتاعي ده، احدده واقف عليه واخلي لونه مثلا وليكن اخضر. طبعا تقدر انك تعمل سيلكشن على الكلمه وتنزلها، وسيلكشن على المربع وتنزله في الشكل المكان المناسب بالشكل ده كده، وبعدين تاخد الكلمة وتحطها في النص. طيب كلمة يعني أنا حاسس إن الأشكال هتبقى كبيرة لأن لسه في عناصر تانية، فأنا هاخد الكلمة أصغرها شوية. الحاجات دي كلها بتاخد يعني هتصممها بقى وتظبطها على حسب رؤيتك انت، مالكش دعوه. اربح $10 من تصميم بسيط. ممكن برضو ان انا اعمل لها اطار برضو من نفس اللون كده بالشكل ده كده، تمام. وممكن يعني مثلا احسن الاطار كبير شوية، ممكن اصغره بالمنظر ده عشان يبقى شكله كويس، تمام. وكلمة دولار اربح $10 انا ممكن اغير لونها لنفس لون الدرجة الخضراء دي. لما اروح هنا الاقيه حفظت الالوان، هجيب نفس درجة اللون اللي انا عايزه. طيب ممكن اجي هنا كده عند element برضو، وهطلع ارجع لورا من عند الاشكال واختار اكتب هنا كده كانفا عشان يظهر لي يجيب لي اشكال لكانفا. عشان انا طالما بتكلم على كانفا خلي بالك انا هنا على اول، فانا هخليها على جرافيك هيبدأ يجيب لي الاشكال. تقدر تختار الشكل اللي يناسبك. انا هختار اللوجو بتاع كانفا بالشكل ده كده وهحطه هنا، تمام كده. بما اني بتكلم عن الربح فانا ممكن كمان اضيف صورة مثلا، هكتب له هنا كده مثلا اموال، يعني فلوس، او شوف كل واحد وعلى حسب البلد بتاعته. تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه. ممكن تاخد شكل زي ده وتبدأ انك تصغره وتحطه هنا كده. وليكن مثلا انا مش عاجبني الشكل ده، ممكن اخد شكل زي ده كده وابدأ اخده هنا كده احطه هنا. يبقى انا ضفت حاجة ليها علاقة بالتصميم بتاعي، تمام. طيب ممكن لو انت مثلا حابب تضيف اي شكل تاني، ممكن الشكل ده ممكن تحطه في اي مكان يعجبك. شوف بقى انت وذوقك في التصميم وانت وابداعك فيه. هو هنا طالع بره الدايره، فانا ممكن اعمل له بوزيشن وابدا اخليه باك جراوند بالمنظر ده كده يبقى ورا الدايره. طيب هنا انا لسه ما خلصتش التصميم بتاع الجزء بتاع الجزء اللي فيه الصوره، تمام. فانا هظبط المقاس بتاع الجزء ده وهبدا ان انا اضيف عنصر بسيط كده يدي روح في التصميم. ممكن اروح عند element واكتب هنا كده مثلا ضوء. هيبدأ يظهر لي مجموعة أضواء، اختار المناسب منها وابدأ خده في المكان الجزء اللي انت عايزه. انا عايزه يكون يعني في الجزء اللي ورايا، مش يعني يكون جزء ورايا هنا كده. طبعا هو طالع بقى قدام الصورة، اروح عند بوزيشن واقول له باك جراوند. هو رجع ورا المنظر الاخضر الدايرة الخضراء، فانا هقول له قدام شوية. طيب تمام. هو هنا انا علشان واقف على الصورة مش عايز يعمل لي سيلكشن، فانا طبعا لازم ادي انا كده
طيب أنا هاختار الشفافية بتاعته، وهاخلّي الشفافية الopacity بتاعته هاقللها شوية، عشان ما يبقاش الضوء شكله مش لطيف يعني. وبعدين هاجيب الصورة أرجّعها تاني هنا كده، بقي شكلها مقبول معايا. تقدر إنك بعد ما خلّصت شايف إن التصميم بتاعك كويس بالشكل ده، تضغط على share، وبعدين تضغط على download، وبعدين تضغط الصيغة هنا PNG، وهتضغط download، هيتحمّل معاك على الجهاز. وده كان التصميم الأول اللي ممكن من خلاله إنك تقدر تربح من على الإنترنت. تعالوا بقى نشوف التصميم التاني ممكن يكون عبارة عن إيه. التصميم التاني ممكن مثلًا إنك أنت تصمم كارت دعوة زفاف لشخص محتاج تصميم كارت الدعوة، وده برضه بنفس الطريقة. تعالوا نشوف عملي، نشوف ال التصميم هيتم إزاي. هتروح هنا زي ما عملنا في الصورة المصغرة، هتروح عند الsearch، وهتكتب هنا كارت دعوة زفاف. هيبدأ يظهر معاك مجموعة من كروت الدعوة اللي خاصة بكروت الزفاف. تختار الشكل اللي يناسبك، أي شكل يناسبك تقدر إنك تختاره. ممكن أنا كاتب هنا غلط، فممكن لو كتبتها صح تظهر لي أشكال تانية أهو. بمجرد أنا ما كتبت كارت دعوة زفاف هيبدأ يظهر قدامي نماذج كتيرة لكروت الدعوة. اختار الشكل اللي يناسبك وابدأ اشتغل من عليه. تقدر طبعا تعدل فيه وتغير فيه وتعمل فيه كل اللي انت عايزه. أي شكل يعجبك تقدر تختاره. طيب أنا هختار الشكل ده بالمناسبة، يعني هختار الشكل ده أنا شايفه كويس، وأقول له تخصيص هذا القالب. وبعدين هابدأ أجيب البيانات الخاصة بالعريس والعروسة، وليكن هنا هو كاتب لي اسمه محمد، لأ أنا ممكن أسميه مثلًا محمود، على حسب بقى الأشكال اللي معاك. هنا سارة ممكن أخليها مريم. هنا بيقول لك لا يفوتك الميعاد الساعة 08:00، تقدر برضه إنك تعدل على حسب التواريخ وعلى حسب الحاجات اللي معاك. أنا مثلًا أخليها 28 ديسمبر مثلًا 24، عشان 25 ده لسه بدري. طيب الثلاثاء مثلًا تختار تبقى عارف اليوم اللي أنت هتختاره. طيب هنا كده حضوركم يزيدنا بهجة. طيب أنت ممكن تكتب أي جملة أنت محتاجها، وتقدر إنك تسيّف بعد ما خلّصت التصميم، تقدر إنك تسيّفه. لو ما عجبكش التصميم ده وحابب إنك تعدّل في أي حاجة فيه، كل ده متاح والمصدر مفتوح، ما فيش أي مشكلة، وتقدر تعدّله بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها في تصميم الصورة المصغّرة. طيب عشان ما أضيّعش وقت وعشان أعرّفك حاجات كتيرة في الفيديو ده، أنا كده يعني يعتبر اديتك الطريقة اللي بنشتغل بيها. تعال نشوف حاجات تانية ونشوف ممكن إن أنا أصمم وليكن مثلا بوست للفيسبوك. أنا هكتب هنا كده تصميم بوست فيسبوك. تقدر على فكرة إنك كمان تكتب أي حاجة خاصة بمجال مثلا وليكن فيسبوك لمطعم، أي شيء بقى أنت عايزه. يعني أنا دلوقتي باعمل مجرد تصميمات، يعني حاجات بسيطة كده. وليكن مثلًا أنا عندي تصميم زي ده أنا كنت عامله. هو هنا هيبدأ يعرض عليك مجموعة تصميمات. هنا المقاس ده بيقول لك إن هو ده المقاس بتاع الغلاف الغلاف الخاص بصفحة الفيسبوك أو cover الفيسبوك. وهنا يبدأ يعرض عليك مجموعة تصميمات لنماذج مختلفة. عجبك أي تصميم من التصاميم دي تقدر إنك تاخدها. وليكن التصميم ده شكله كويس، هاضغط عليه وبعدين هاقول له تخصيص هذا القالب. هيبدأ يفتح لي النموذج اللي أنا اخترته، هيبدأ يفتحه لي بالمنظر ده. تقدر تعدل عليه أي حاجة أنت عايزها بأي طريقة. طيب أنا عجباني شكل الخطوط وعجباني كل حاجة في التصميم. وليكن مثلًا الطبق ده أنا مش عارف طبق سلطة والّا طبق إيه ده. طيب أنا ممكن مثلًا أجيب الصورة اللي أنا مجهّزها الخاصة بالمطعم بتاعي أو بالوجبة بتاعتي، وأبدأ إن أنا أدخّلها جوّه
التصميم بدال الصورة دي. لو انا مسحت الصورة دي، هو هنا كان عاملها جوه الشيب. طيب انا ممكن اجيب الصورة بتاعتي من على الجهاز وابدأ ادخلها بنفس الطريقة. هتروح عند ابلود من هنا وتحمل الصورة اللي انت محتاجها. وليكن مثلا يعني انا مش محضر حاجة معينة، بس انا هفترض ان ده التصميم بتاع يعني ده الطبق اللي انا هقدمه. يعني انت هتبقى مجهز طبعا صور. طيب بمجرد انك ما هتيجي وهتضغط عليه بعد ما عملت له ابلود وهتيجي تسحبه جوه هنا، هيبدأ ياخد معاك جوه الشكل اللي هو كان محدده مكان الطبق. طبعا هنا عشان عمل فيها 20%، هنا تقدر تغير لونها برضو بالطرق اللي اتعلمناها مع بعض دلوقتي. طيب والشكل ده انا ممكن برضو اغير لونه، مفيش مشكلة. هو هنا ابيض، ممكن اخليه اسود عشان يبقى باين. تمام. 20% دي مثلا لو لونها مش عاجبك انت تقدر تغيره لاي لون بقى. خلاص احنا كده اتعلمنا ازاي نغير اللون، فمش هنضيع وقت في الجزئية دي. تقدر تعدل اي شيء انت محتاجه، وليكن ده اللوجو، انت تقدر تعمل ابلود للوجو بتاعك. وليكن مثلا انا همسح الشوكة والسكينة دي، او مش همسحها مثلا. انا هجيب العرض الاوفر اللي انا دي صورة انا كنت عاملها ومدخلها جوه كانفا عن طريق ابلود برضو من هنا. طيب تقدر انك تيجي هنا كده وتحط، لو مثلا الاوفر ده عبارة عن 50%، ممكن تحطه هنا وتمسح 20% على حسب الاوفر اللي معمول على التطبيق، الوجبة بتاعتك او اللي مطلوب منك. هنا بيقول لك ايه بقى، في ملحوظة صغيرة بيقول لك ايه. بيقول لك هنا كده موقع عظيم حقا. يعني لو في موقع للمطعم او حاجة انت تقدر تضيفه، مفيش انا اقدر امسحه، انا همسحه. هنا ده رقم تليفون، تقدر تحط اي رقم انت عايزه. هنا بيقول لك اطلب الان، على اساس ان هو بيشجعك يعني انك تطلب. تقدر بالطريقة دي تكون صممت تصميمات نموذجية وتصميمات محترفة جدا، وتقدر تكسب من خلالها. اي حاجة مش عاجباك انت تقدر تشيلها في التصميم وتقدر تحط مكانها. طيب بعد ما خلصت طبعا بتطلع عند شير وبتعمل داونلود، وبعدين بتختار الصيغة اللي انت عايز تحفظ بيها. وليكن انا هختار مثلا صيغة PNG، وتبدأ انك تعمل داونلود من تحميل من هنا. هيبدأ الديزاين يتحمل معاك. طيب في كمان ممكن انك تعمل تصميم. مثلا انت ممكن تعمل تصميم زي مثلا كفر كتاب، مفيش مشكلة، تقدر انك تروح. ولكن في حاجة عايز اقول لك عليها. تصميم كفر الكتاب ده بيختلف من مقاس كتاب لكتاب. فانت في الحالة دي هتكون مطالب انك تعرف الكتاب بتاعك، او المقاس الكتاب بتاعك هيكون مقاسه كام في كام. لو لقيت نموذج عندك هنا نموذج جاهز بنفس المقاس تقدر تشتغل عليه. ما لقيتش نموذج جاهز، في الحالة دي انت هتعمل التصميم وهتقدر انك تعدل التصميم بتاعك، هتقدر انك تعدل المقاس بتاعه. طيب انا هكتب هنا كده مثلا كفر كتاب زي ما عملت بنفس الطريقة. كل الفكرة يا جماعة في الجزئية دي أنا شخصيا بستخدمها عشان يطلع لي مقاس جاهز، بدل ما أقعد بقى أظبط مقاس ويطلع غلط أو يطلع صح. لا، هو بيطلع لي نماذج جاهزة. طيب أنا هنا كده كتبت كفر كتاب وبدأت أعمل سيرش عن كفر الكتاب. هيبدأ دلوقتي إن هو يطلع لي نماذج مختلفة وكتيرة جدا عن كفرات مختلفة. هنا عن التعليم، هنا عن يعني كلها حاجات خاصة بالتعليم. هو بما إنه كتاب فحاجة تعليمية. في مقاسات مختلفة بقى، فهو طبعا انت هتبقى عارف المقاس اللي انت هتختاره. وليكن مثلا انا عجبني الجزء ده كده، الكتاب ده كفر الكتاب ده، ابدا اقول له تخصيص هذا القالب. بالمناسبة هنا انا ممكن مثلا نعمل شوية حاجة كويسة. هو هنا بيقول لي 2030، انا ممكن اقول 2025. يعني طبعا هو هنا كبير، فانا ممكن اطلع من هنا واجي هنا واصغر حجم الخط مثلا ل400، وابدا ان انا اطلع بره السلكشن كده واجيب واحطه في الجزئيه دي. عندي الجزء اللي هو الدايره ده، البصمه او الجزئيه دي. طبعا انت بتبقى مظبط الديزاين بتاعك بالشكل ده كده. وليكن انا حطيت ال5 جوه البصمة عشان تديني شكل كويس.
طيب مقدمة في ريادة البيزنس، هو كاتبها مش عارف أنا كاتبها صح ولا غلط. طيب هو هنا كده كاتبها ريادة البيزنس. أنا ممكن أختار بقى اسم الكتاب اللي أنا عايزه. ممكن أكتب مقدمة في مثلا علم التجارة مثلا، أي حاجة بقى أنت على حسب المطلوب. علم التجارة مثلا، ومثلا هقعد أعدل فيه هنا كده مقدمة فيه، هكبرها مثلا حاجة بسيطة صغيرة، معلش هي اتلفت مني. طيب أنا شايف إن دي تبقى صغيرة شوية، وعلم التجارة، وهنا كده بيقول لك ديسمبر، يعني تقريبا ده ميعاد نزول الكتاب. فأنت طبعا دي كلها بيانات بترجع للبيانات اللي بيديها لك العميل. فأنت مثلا هتكتب 15 نوفمبر 2025، أي حاجة بقى. أنت ديك عرفت الفكرة. أنا مجرد بس البيانات دي بتبقى خاصة بحسب العميل. الصورة اللي هنا مش عاجباك تقدر إنك تمسحها، وزي ما قلنا تروح عند أبلود وتبدأ تحمل الصورة اللي أنت محتاجها. بما إن دي حاجة عن التجارة، فأنا لو جبت الصورة وشديتها في الجزء ده هتبدأ إنها تتحمل معايا. طيب عجبك التصميم بالمنظر ده تقدر إنك تسيبه، ما عجبكش أنت تقدر تعمل أي تعديل أنت عايزه. طيب كده نكون عرفنا ازاي بنصمم حاجات كتيرة او كذا تصميم مع بعض، وعرفنا الطريقة. ولكن عايز اقول لك على حاجة، ضروري جدا انك تكون مش بتقلد. يعني انا يمكن هنا بسهل عليك الموضوع وبدي لك حاجات سهلة وبسيطة عشان ده في البداية، عشان ما صعبش الموضوع عليك. ولكن انا مش عايزك تقلد حاجة موجودة، انا عايزك انت تبتكر طريقة خاصة بيك انت، زي ما عملنا في تصميم الصورة المصغرة، اننا اخدنا بس مقاس الشكل واخدنا نوع خط معين من التصميم وبدأنا نشتغل عليه. ده مهم جدا. ولكن كبداية انت تقدر تشتغل على التصميمات الموجودة عندك على كانفا، وتقدر انك تحقق منها دخل كويس وربح كويس، وتكون حاجة كويسة ليك. وبالمرة بتدي لك يعني تغذية بصرية كبيرة، ازاي انك بت يعني بتشوف التصميم بيتصمم ازاي، بيتكون من ايه، عناصره ايه، وتبدأ تتكون عندك وتتخزن في الذاكرة بتاعتك لحد ما تجمع انك تكون قادر انك تعمل تصميم من البداية. دلوقتي بقى طبعا مش محتاج ان اقول لك لو الفيديو عجبك انك تشترك في القناة وتفعل الجرس والحاجات دي كلها، دي هسيبها لك انت. لو انت حاسس بتستفيد من المحتوى فما تستخسرش فيا بقى اللايك والشير والكومنت، تقول لي رأيك في المحتوى، لان فعلا ده بيشجعني ان استمر. لو حاسس انك مش بتستفيد فانا مش هقدر اجبرك على حاجة. فشوف، واي تصميم انت عايزه انت تقدر تطلبه مني عن طريق اللينك، لينك الصفحة الفيسبوك موجود في الديسكريبشن، وجروب الجروب الخاص بالقناة موجود في الديسكريبشن برضو، تقدر انك تتواصل معايا. بالمناسبة انا عملت الدرس ده بناء على طلب احد الاعضاء اللي عندنا، طلب ان يكون في درس عن الصورة المصغرة وعن التصميمات اللي هي الخاصة بالسوشيال ميديا والحاجات اللي زي كده. شرحت طريقة، فيما بعد هنشرح طرق مختلفة ونشرح حاجات كتيرة. عايزك بقى شوف انت لو موافق على الجزء ده من التصاميم تبدأ انك تشجعني وتستمر معايا. اشوفك بخير في الدرس اللي جاي.